Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Ilmi Nadirah binti Dafinan, metric number 1223269. في اليوم تتكلم عن الإيمان في القرآن والسنة. الإيمان ليس مجرد كلمات نطقت أو معرفة عقلية فقط، بل هو أساس حياة المسلمين وأهم عناصر الدين. الهدف من هذا العرض هو فهم حقيقة الإيمان وكيفية تطبيقه في حياتنا اليومية. تعريف الإيمان: الإيمان في اللغة هو التصديق، أي التصديق الكامل في القلب. أما في الشرع فالإيمان يشمل ثلاثة أمور: التصديق في القلب، الإقرار باللسان، والعمل بالجوارح. ويعني الإيمان أيضا الاطمئنان واليقين في القلب بلا شك أو اضطراب. حقيقة الإيمان وأمثلة: الإيمان حقيقي ليس مجرد كلمات أو معرفة، بل ينقذ الإنسان من النار ويهديه إلى الجنة. على سبيل المثال، الكافر الذي صدق وأقر بالشهادتين مؤمن، يعني مؤمن. من نطق بالشهادتين بلا تصديق في القلب يعني منافق. من صدق في القلب ولم يتمكن من النطق بالشهادتين يعني يظل مؤمنا. هذا يوضح أن الإيمان يعتمد على القلب واللسان والعمل وليس على الكلام فقط. الإيمان في القرآن: لفظ الإيمان ورد في القرآن الكريم أكثر من 500 موضع، لما له من أهمية كبرى في الخطاب القرآني. الله سبحانه خاطب المؤمنين أولا في آية مثل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، ثم خاطب الناس جميعا في آية مثل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فآمنوا بالله ورسوله. ولفظ الإيمان جاء في القرآن بأشكال مختلفة: اسم، مصدر، صفة، وفعل. الإيمان في القرآن: الإيمان في القرآن له 5 معاني رئيسية. 1. الإيمان الشرعي يجمع بين القول باللسان والتصديق بالقلب والعمل بالجوارح، كما في قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 2. التوحيد أساس الإيمان وجوهره، فلا يصح إيمان عبد إلا بتوحيد الله. 3. التصديق الإقرار القلبي بما جاء به الرسل وهو ضد التكذيب. 4. الرابع الإقرار باللسان فقط، الإيمان المنافقين الظاهري بلا تصديق القلبي. 5. الصلاة من أعظم مظاهر الإيمان العملي، فهي صلة العبد بربه وعبادته. الإيمان في السنة: معنى الإيمان في الحديث النبوي الشريف يشمل جميع جوانب الحياة،
فهو ليس مجرد تصديق بالقلب أو قول باللسان فحسب، بل يضم العقيدة والعمل والأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم كما في المثال يشير هذا الحديث إلى أن الإيمان منظومة متكلمة تتجلى في العقيدة الصحيحة والعمل الصالح والسلوك الحسن. الإيمان في السنة. الحديث يدل على تنوع مظاهر الإيمان بين قول القلب والسنة، قول القلب واللسان، عمل الجوارح، وأخلاق الحياة. قول لا إله إلا الله يمثل أصل العقيدة والتوحيد. إمادة الأذى عن الطريق تمثل الجانب العملي في تعامل المسلم مع الناس. الحياء يمثل بعض الأخلاقية والروحانية في شخصية المسلم. وهذا يدل عن أن الإيمان ليس حالة جامدة، بل سلوك حي يظهر في علاقة العبد بربه والناس، ويزداد بالطاعة وينقص بالمعصية. والخلاصة ما تناولناه اليوم أن الإيمان منظومة متكلمة تشمل العقيدة الصحيحة، القول باللسان، العمل بالجوارح، والأخلاق الحسنة. يزداد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية، ويظهر أثره في علاقة عبد الله والناس. الهدف النهائي للإيمان هو تحقيق رضا الله والفوز بالجنة.